من يقول الحقيقة حول فحوى اللقاءات مع أوجلان؟ منذ عام 99 ولغاية يومنا هذا تستمر اللقاءات والاجتماعات بين أوجلان قنديل وتركيا، ولكن متى ما أرادت هذه الأطراف أن يكون الشعب على دراية بها تم الإعلان عن بعض هذه اللقاءات وكشفها للرأي العام في 24 أيلول، وبالتزامن مع دعوة باغتشالي ليتم جلب أوجلان إلى البرلمان التركي وليتحدث. منذ ذلك اليوم ولغاية الآن تم الكشف عن 3 لقاءات مع أوجلان للرأي العام، ولكن لم يتم الفصح عن فحواها بشكل رسمي، ويتم الحديث عنها بشكل تدريجي وكأنهم يتصدقون به على الشعب ويمنون عليه. ظهر الرئيسان المشاركان لمنظومة كاجكا جميل بايك وباسل زاد على شاشات التلفاز وقالا: لم تصلنا أي رسائل مكتوبة أو صوتية لا من قائدنا ولا من الدولة. نحن نتابع التطورات على التلفاز لكنهما لا يقولان الحقيقة. الكل يعلم أن رئيس المشاركة لدام بارتي تولاي حاتم أغلاري توجهت إلى السليمانية في 24 كانون الأول الماضي، وكانت تحمل رسالة من أوجلان إلى قنديل، كما أنها تلقت ردا على رسالتها وعادت بها إلى أنقرة. والأغرب من هذا هو أن اللقاءات التي قال عنها جميل بايك إنه لا علم لنا ولا معلومات لنا حولها هي نفسها التي يمتلك مظلوم عبدي معلومات عنها. فقد ظهر مظلوم عبدي مرتين في وسائل الإعلام الأوروبية وقال: في 15 شباط سيصدر بيان هام من إمرالي، وسيصدر عفو عام عن أعضاء باكاكا. بالطبع إذا كان مظلوم عبدي قال شيئا كهذا فهذا يعني أن جميع مسؤولي وقادة باكاكا يعرفون محتوى وفحوى هذه اللقاءات والاجتماعات، لكنهم ينظرون مباشرة في أعين الناس ويكذبون متعمدين. تقول أستاذة العلوم السياسية والفيلسوفة الألمانية حنا أرندت في كتابها الحقيقة والسياسة: في وطن تصدر فيه التصريحات الكاذبة باستمرار فإن العواقب السيئة ليست في أن الناس يصدقون الأكاذيب، بل العواقب السيئة هي خلق جو لا يثق فيه أحد بشيء بعد الآن. ففي مثل هذه الأجواء يمكن لأي شخص أن يفعل أي شيء كان. نعم، منذ 26 عاما يتم سرد الأكاذيب للشعب الكردي من قبل مثلث أوجلان الدولة باكاكا بلا انقطاع، ما خلق حالة انعدام ثقة لدى الجميع بأي كلام أو وعود، بينما تتم مناقشة أمور مختلفة وراء الأبواب المغلقة وفي الغرف السرية. أوصلت كرد باكو كردستان إلى حالة حيث كانوا من قبل يريدون دولة مستقلة وحكما ذاتيا وفيدرالية إلى آخرها. اقتصرت مطالبهم اليوم في انتهاء كابوس الحرب بأي شكل كان وأي ثمن كان. ومن ناحية أخرى ظهر ابن شقيق أوجلان عمر أوجلان على شاشة التلفاز وقال بلا خجل ولا حياء: إذا لم تستعد تركيا للحل والسلام فهناك مشروع لقوى دولية عظمى في سوريا وإيران والعراق، ومن المحتمل الإعلان عن دولة كردية، بمعنى أن أوجلان يقدم المشورة للدولة التركية بشأن كيفية منع قيام دولة كردية. ولسنا من يقول هذا، بل قاله ابن شقيق أوجلان بلسانه، علما أنه كان من المفروض أن يخجل من نفسه ويستحي من قول شيء كهذا. وكما قالت الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت: جعلتم الناس يعيشون حالة من التضليل وانعدام الثقة، وبات باستطاعتهم المتاجرة بالكرد كيفما أرادوا وممارسة الخيانة بحقهم متى وكيفما شاءوا وأرادوا، ولن يرى أحد الحقيقة، وليس بوسع الشعب سوى الاستماع للأكاذيب والسعي ورائها. فيا ترى من يقول الحقيقة بشأن هذه اللقاءات؟ فقط عبد الله أوجلان يقول الحقيقة. قال عبد الله أوجلان عندما كان على متن الطائرة عائدا إلى تركيا عام 99: أريد أن أخدم بلدي، أنا على أتم الاستعداد لخدمة دولة تركيا، مضيفا أن سبب وجوده هو منع إنشاء كيان كردي أكثر خطورة من معاهدات السيفار. نعم، أوجلان وحده من يقول الحقيقة ويكشف عن مهمته ورسالته الرسمية. لذلك فإن أشخاصا مثل جميل بايك، مظلوم عبدي، وابن شقيق أوجلان وغيرهم لا يقولون الحقيقة بشأن هذه اللقاءات، بل الحقيقة هي ما كشفه أوجلان واعترف بها.